إذا لم تأتني من قال من أهل السنة، إذا لم تأتي من قال من أهل السنة بأن الحديث هذا ضعيف أو برواية عن صحابي أو صحابي، لن أدعك أن تفلت. أنت الآن في قبضتي يا أبا عمر، أنت الآن في قبضتي. والله لو يأتي مليار مسلم يشاهدون، إذا ما تجيب عن هذا الأمر اللي بدأنا به مع أبو محمد وهرب لما أنت أتيت، لن أدعك. وأيضا تعطيني أن ابن تيمية صحاح الصحيحين. لا تكذب أمامك الآن. والله لو تصعد أنت وكل مشايخك اللي على التوك توك لن تستطيعوا أن تجيبوا. يلا يلا يا أبا عمر. وسوف أبقى معك إلى ما بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور في يوم القيامة ب4 أشهر. طيب، ب4 أشهر. أنت الآن في هذه القبضة. من علماء أهل السنة قال إذا الحديث كان عن صحابي أو صحابي آخر والراوي عنهم ثقة يكون هذا حديث ضعيف؟ هو قال هو عندنا ضعيف بكلمة أو، وما كان يعرف أن أبا سريحة هو صحابي، ما كان يعرف. الآن أمام الناس أبو عمر الشامي، لن نخرج من الموضوع الأول حتى تجيب عن كلام ابن تيمية وعن كلامك أن الحديث ضعيف أو تقول أنك كذبت على الناس مثل الآن أبو عمر هو في قبضتي، الآن أبو عمر هو في قبضتي متورط، وما يستطيع أحد ينقله إلا الدكتور ينقذه ينزلني، ولكن أنا معه إلى ما بعد يوم القيامة. لو نفخ إسرافيل في الصورة قل له من رخصتك يا إسرافيل تعال أبو عمر بعد معي في يدي. ما يطلع من يدي أبو عمر، ما يطلع من يدي أبو عمر. هكذا هكذا هكذا. الآن أريد منك، أنت قلت علماء السنة ضعفوه بأو. من أقول كلمتي يوم القيامة لما يبعثنا الله سوف تكون يدي بعدها في رقبتك ولحيتك. أقول له يا ربي، يقول لي ليش هذا أبو عمر معك؟ أقول له هذا كذب على المسلمين وعلى رسولك وأنا مسكته لحد اليوم ما جاوبني. قسما بالله مو الدكتور. إيش بك أنت تهدد بالدكتور؟ والله لو عزرائيل ما راح يفك إيدي من رقبتك ومن لحيتك، قسما بالله.